السلام عليكم. بعد فوزه ذهابا في نهائي الدوري السوبر الإفريقي في مدينة الدار البيضاء بهدفين لهدف، الوداد يسعى لتكرار نفس النتيجة، لكن هذه المرة خارج الديار. هذه المرة الوداد يرحل إلى مدينة بريطوريا لمواجهة صن داونز ومنقوص العدد. الوداد يرحل بدون قائده يحيى جبران الذي تلقى البطاقات، لذلك يحيى جبران موجود وسافر مع الفريق لكنه لن يشارك في المباراة للعقوبة الذي تعرض لها. لذلك الوداد سيجد صعوبة كبيرة في إيجاد البديل المناسب الذي سيحل محل يحيى جبران الذي لا يعوض. حقيقة هي خسارة كبيرة لفريق الوداد، لأنه لاعب كابر، لاعب يعرف كل خبايا الكرة الإفريقية، هو أفضل لاعب داخل البطولة المغربية وداخل فريق الوداد في السنوات الأخيرة. لاعب يربط بين الدفاع وبين الهجوم، وكل الكرات تخرج من قدميه، كل الكرات الودادية تخرج من يحيى جبران لأنه هو الميزان في وسط الميدان، ولذلك تجده قطعة أساسية من تشكيلة الوداد. ونتمنى من المدرب أن يجيد التوليفة المناسبة لتغطية هذا الغياب المؤثر على فريق الوداد البيضاوي. وكذلك اللاعب المهاجم الجناح الحتيمي، والذي لم يعلن عنه لحد الآن هل سيشارك في المباراة غدا أم لا. نتمنى أن يشارك لأنه لاعب سريع ولاعب مهاري ولاعب خطير، وسيسبب الكثير من المشاكل لدفاع صن داونز. لذلك كل التوفيق للوداد المغربي والعودة باللقب الغالي والنفيس كأول فريق إفريقي عربي مغربي يفوز بهذا اللقب. كلنا أمل وترقب في الفوز باللقب الإفريقي. الوداد أصبح سفير الكرة المغربية في إفريقيا، الوداد أصبح جزء لا يتجزأ من إفريقيا، الوداد أصبح الفريق الذي يشرف الكرة المغربية، أصبح السفير الأول للكرة المغربية في القارة الإفريقية. الوداد لا يتنازل عن النصف النهائي أو النهائي في كل المشاركات في السنوات الأخيرة. لذلك نتمنى كل التوفيق للمدرب رمزي أن يتعامل مع المباراة بجدية وألا يعود للخلف، خصوصا في الشوط الأول، أن يهاجم وأن يبحث عن هدف أول مبكر ليرتاح من الضغوطات، لأن صن داونز سيهاجم، سيضغط، سيبحث عن التسجيل، والنتيجة هدفين لهدف فهي نتيجة غير مطمئنة بالمرة. وكذلك الحكم يجب على رمزي أن يتكلم مع اللاعبين ليضغطوا على الحكام، لأن نحن في إفريقيا وهذا الحكم معروف، هذا الحكم الذي سيكون غدا حكما للمباراة فهو حكم لديه سجل متسخ، لديه سجل خبيث، وخصوصا مع الفرق المغربية. إن شاء الله الفوز مغربي، الفوز ودادي، لأن الوداد تمثل الكرة المغربية، الوداد تمثل الوطن، فكل التوفيق للوداد المغربي إن شاء الله. أنا أقول النتيجة ستكون هدفين لهدفين، يعني ستكون المباراة متعادلة، هدفين لكل فريق، وبذلك اللقب سيكون ودادي. وأنتم أعطونا رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات.